قدامه اسلام صلاح، كريم ذكري، على يمينهم عبد العزيز توفيق، في الشمال محمود شاكر، في قلب الملعب عمرو موسى وعاشور الادهم، قدامهم محمد بسيوني واحمد داوودة ومحمود عبد الحكيم، وفي الامام راس حربة صريح ايهاب المصري. ادي كوره على طول لصالح النادي الاسماعيلي، هجمه خطيره والعرضيه جون انطوي على طول الى يد احمد الشناوي. لسه هنقول تشكيله النادي الاسماعيلي، انما ادي استلام على طول ايهاب المصري بيرجع لوسط الملعب. ديربي كبير، مباراه كبيره، فرقتين كبار قوي في الدوري المصري منذ بدايه انطلاقه الدوري في 48 49، ودائما لقاءات المصري والاسماعيلي او الاسماعيلي والمصري سواء في بورسعيد او في الاسماعيليه من اللقاءات اللي بنستناها من الموسم للموسم. ادي فاول لصالح النادي المصري، حسني عبد ربه على التنفيذ في قلب الملعب على طول، يسلم ابراهيم حسن، وادي الاماميه انما تصطدم بالفعل بقدم محمود شاكر، والى التماس لصالح النادي الاسماعيلي. ادي شوقي السعيد اللي بيعود لتشكيله النادي الاسماعيلي بعد غياب للاصابه، وادي كره على طول حسني، وعلى طول استحواذ من النادي الاسماعيلي. ابراهيم حسن عايز يعمل واحده ولا ايه زي بتاعه الزمالك، انما يرجع على طول مره ثانيه اسلام صلاح، مدافع متميز في قلب دفاع النادي المصري اسلام. وادي كرة على طول جون انطوي، ياخد وعايز يروح جون انطوي، انما حط جسمه كويس قوي عبد العزيز توفيق، ويسلم على طول اماميه عند محمد عاشور. محمد عاشور الادهم اللي يرجع بيها على طول محمد عاشور عند عبد العزيز توفيق. سريعا النادي الاسماعيلي ايضا بنفس الطريقه 4-2-3-1 بيلعب الكابتن احمد العجوز في حراسه المرمى للمباراه الخامسه على التوالي محمد عواد، انما النهارده بيعود في قائمة البدلاء، موجود محمد صبحي أمامي في البدلاء بعد عودة من الإصابة. محمد عواد في حراسة المرمى، قدامه عبد الحميد سامي وسامح عبد الفضيل، على يمينهم شوقي السعيد، وراح صالح موسى في الجبهة اليسرى كظهير أيسر في غياب كريم مسعد. في قلب الملعب محمود عبد العزيز ومحمود متولي، قدامهم حسني عبد ربه وإبراهيم حسن وعصام علي، وفي الأمام وحيدا جون أنطوي. ادي فاول اخر لصالح النادي الاسماعيلي كالمعتاد، الكرات الثابته النجم والقيصر حسني عبد ربه في الكره المصريه وفي النادي الاسماعيلي. الدجاجه التي تبيض ذهبا للنادي الاسماعيلي، كلما احتاج الى المال مجلس اداره النادي الاسماعيلي سواء الحالي او ما قبله يعير حسني عبد ربه لاحد انديه الخليج حتى ياتي بالمال الذي يدعم به صفوف النادي الاسماعيلي. ادي حسني بيسقط واحده جوه ال 18، انما تصطدم في جون انطوي، وعلى طول محمود شاكر بخبره كده، شاكر يحط في ابراهيم حسن وياخد ضربه مرمى لصالح النادي المصري. النهارده نقدر نقول اللقاء الاول مع الاخير في المجموعه الثانيه. المصري الذي لم يحقق اي فوز في المسابقه حتى الان في مواجهه الاسماعيلي الذي لم ينل اي هزيمه حتى الان. مواجهه بين اضعف خطوط المجموعه الثانيه، فلم يسجل المصري سوى هدف وحيد في مواجهه الاسماعيلي، ثاني اقوى هجوم في المجموعه الثانيه والذي سجل 6 اهداف في 4 مباريات. التماس مع محمود شاكر عبد الفتاح، على طول يحط عند اسلام اماميه على طول اسلام، انما محمود شاكر يرد مره ثانيه جوه الملعب. ايهاب المصري ما ياخدش، وعلى طول محمود حمد يحط اماميه عند ابراهيم حسن، لعيب طبعا بيلعب بقدمه اليسرى ابراهيم حسن، عشان كده جايبه احمد العجوز ناحيه الشمال عشان لما يقطم ويرقص لجوه يقدر يصوب بشماله. وما ادراك ما شمال ابراهيم حسن بعد ما شفناها وزلزال استاد القاهره امام نادي الزمالك. ادي كوره على طول حسني، يرتبك كده حسني وتروح منه منتهى الخطوره لو عملوها كويس النادي المصري، انما يقف على كورته على طول عمرو بسيوني ويرجع بيها في قلب الملعب على طول. الاستلام من محمد بسيوني. ادي فاول يعمل شوقي السعيد. النهارده طاقم التحكيم محمود عاشور حكم ساحه، هاني مطر مساعد اول، خالد حمزه مساعد ثاني، واحمد العباسي حكم رابع. شوقي السعيد القادم من صفوف الجونه ليه النادي الاسماعيلي هذا الموسم. كابتن كرم جابر وتعليمات من خارج الخطوط بالنسبه للنادي الاسماعيلي، مش واقف حد في المنطقه الفنيه بالنسبه للنادي الاسماعيلي، كله قاعد على الدكه لسه ما قامش حد سواء الكابتن احمد العجوز او حمام ابراهيم او كرم جابر. ادي محمود عبد الحكيم يلف واحده جوه ال 18، انما شوقي على طول يرد مره ثانيه، ووقوع كده على ارضيه الملعب. شايف محمد بسيوني ان شاء الله سلامات، او والله محمد عاشور الادهم، سلامات محمد عاشور الادهم.
واقف امامي يمكن الكاميرا الارضيه والمصور على الكاميرا الارضيه يعني مخلي لي يعني منطقه وسط الملعب كده، احنا بنعلق من التراك، حاطين لنا كده الترابيزه والمونيتور والمايكات كده على التراك، وامامنا يعني الكاميرا الارضيه حايشه عننا الرؤيه، وبنفس الوقت برضو المونيتور يعني ضارب فيه الشمس مش شايفين منه حاجه، والعمليه يعني غير مبشره خالص. عموما ادي الكره الاماميه على طول من جانب محمد عواد، اللي بقول لحضراتكم صبحي موجود في البدلاء النهارده، انما بيبتدي محمد عواد. ربما نشاهد محمد صبحي في القائمه الاساسيه او في ال11 الاساسيين المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاسماعيلي، انما محمد عواد عامل اللي عليه وزياده. الراجل منذ بدايه الموسم بيحرس عرين القلعه الصفراء النادي الاسماعيلي. نقطتين زي ما قلت لحضراتكم بيدخل بيهم النادي المصري في لقاء اليوم من تعادلين مع اتحاد الشرطه ووادي دجله في الاسبوعين الثاني والثالث. كان راح النادي المصري الاسبوع الرابع، وهزيمه طبعا في الاسبوع الاول امام نادي الزمالك. ادي الكره اماميه على طول، استلام مهاب الخطيئه اللي هاب المصري على طول وعايز التصويبه، انما يحط واحده على طول في الشمال عند محمود شاكر، انما طويله على محمود شاكر. بيعتذر له كده عمرو موسى لاعب وسط ملعب النادي المصري. ادي كوره حسني على طول يسند عليه كويس قوي على طول محمود متولي، وادي الاماميه، انما ياخد فاول النادي الاسماعيلي. على طول محمود عبد العزيز يسلم عند حسني عبد ربه، اماميه على طول يفتح في الشمال حسني حلوه، انما طويله ما ياخدش على طول صالح موسى لاعب طبعا الداخليه والمنتقل هذا الموسم لصفوف النادي الاسماعيلي. ادي كوره على طول في دايره السنتر، ياخد حسني كويس ويحط على طول اماميه عند محمود متولي او محمود عبد العزيز، يفتح محمود عند شوقي السعيد. شوقي السعيد يا ولد يا لعيب، بيعدي واحده بمهاره كده من محمد عاشور الادهم، ترقيصه عاليه قوي من شوقي السعيد بمهاره عاليه. بقول لحضراتكم قادم من صفوف الجونه للنادي الاسماعيلي هذا الموسم شوقي، وبيعود مع الاصابه. بعد الاصابه طبعا كان اشترك في المباراه الوديه اللي لعبها في رحله النادي الاسماعيلي للسودان مع منتخب بور السودان، واللي انتهت بفوز النادي الاسماعيلي بهدف وحيد سجله جون انطوي. كانت بدايه مشاركه شوقي السعيد بعد عودته من الاصابه، والنهارده اول مباراه رسميه بعد عودته من الاصابه. شوقي السعيد بيلعب في مركز الجناح او مركز الظهير الايمن. كان ليه هدف في مرمى تليفونات بني سويف في الاسبوع الثاني. شوقي السعيد لسه واقع على ارضيه الملعب. محمود متولي ان شاء الله سلامات محمود. النهارده في استاد النيل النجوم الكبار طبعا كابتن حسن الشاذلي اكبر هداف في تاريخ الدوري المصري، وايضا كابتن جمال عبد الحميد طبعا هداف الكبير في صفوف الاهلي والزمالك ومنتخب مصر، وايضا كابتن شاذلي طبعا في صفوف ايضا منتخب مصر بالتاكيد. كابتن اسامه خليل طبعا وما ادراك ما المصري والاسماعيلي. بالنسبه للكابتن اسامه خليل اللاعب طبعا سنوات تالقه مع النادي الاسماعيلي فتره السبعينات، ثم ختم مشواره كده في الملاعب المصريه بموسم او نص موسم حتى كده مع النادي المصري، كان بالتحديد 81 82 الموسم الشهير اللي كان المصري بينافس فيه بقوه على بطوله الدوري. وكلنا فاكرين يمكن مباراه الزمالك الشهيره في استاد بورسعيد وهدف نصر ابراهيم والكراسي المتطايره من المقصوره لملعب المباراه. عموما ادي كوره على طول حسني عبد ربه بيحط واحده جوه ال 18، انما تعود مره ثانيه على طول من دفاعات النادي المصري. التقدم على طول من عمرو موسى، يتقدم بكورته ويحط على طول في اليمين، انما استلام وحش شويه من محمد بسيوني. كان داوود المنطلق بالكره اللي فاتت. ادي على طول التماس داوودة بيحط على طول، والاستلام من بسيوني وعايز يلف بعرضيه بسيوني، انما على طول الى خارج الملعب. اماميه على طول عبد الحميد سامي الاماميه. استلام مره ثانيه عبد العزيز توفيق وعايز يحط الاماميه، انما ما فهمهاش بسيوني واماميه على طول، وضربه المرمى اذا لصالح النادي الاسماعيلي. ديربي كبير في دربيات الكره المصريه، المصري والاسماعيلي او الاسماعيلي والمصري، ورحله يعني من العطاء طويله لكلا الفريقين مع الكره المصريه، سواء بالنتائج سواء باللاعبين اللي اعطاهم كلا الناديين للكره المصريه على الصعيد الدولي بالتاكيد. من ينسى يعني الراحل الكبير كابتن ضزوي
في الاربعينات والخمسينات وما اعطاه للكره المصريه ثعلب الكره المصريه الراحل الكبير كابتن سيد الدزوي. على فكره هو هداف لقاءات المصري والاسماعيلي من جانب النادي المصري. الراحل الكبير كابتن سيد الدزوي ثعلب الكره المصريه برصيد 9 أهداف بالتساوي مع النجم الكبير ايضا في النادي المصري والكره المصريه مسعد نور في فتره السبعينات واوائل الثمانينات، لكل منهما 9 أهداف في مرمى النادي الاسماعيلي. ادي كوره على طول استلام صالح موسى. على الجانب الاخر بنجد ان الكابتن عماد سليمان اللي هو المدير الفني الحالي لطلائع الجيش بيتصدر قائمه هدافي لقاءات النادي المصري والاسماعيلي من جانب النادي الاسماعيلي برصيد 11 هدف. ادي كوره على طول مره ثانيه بسيوني وادي الاماميه. النهارده موجود حسام حسن لاعب وسط ملعب النادي المصري في البدلاء. محمود عبد الحكيم بيبتدي النهارده مع النادي المصري، كان دايما بيخليه كده كابتن صبري المنياوي ليه يعني يدفع بيه في الشوط الثاني. شفناه في مباراه الزمالك دافع بيه وايضا في مباراه اتحاد الشرطه كبديل. ادي محمود شاكر على طول مره ثانيه استلام محمد عاشور الادهم اللي له هدفين في تاريخ مبارياته مع النادي الاسماعيلي. بالنسبه للنادي المصري محمد عاشور كان سجل احداها في مرمى الاسماعيلي بقذيفه مدويه موسم 2008 2009 في استاد بورسعيد، وهدف اخر كان سجله بالخطا في مرماه موسم 2005 2006 كانت في الاسماعيليه لما فاز الاسماعيلي على المصري بهدف وحيد كان سجله محمد عاشور بالخطا في مرمى فريقه. ادي تصويبه على طول من محمد عاشور لسه بتكلم مع حضراتكم عليه وما ادراك ما تصويبات محمد عاشور. ضربة المرمى لصالح النادي الاسماعيلي محمد عواد على التنفيذ. 98 مباراة سابقة جمعت الفريقين في تاريخ مبارياتهم بالدوري الممتاز المصري، 45 فوز للنادي الاسماعيلي 20 فوز للنادي المصري وتعادل في 33 مباراة. تاريخ طبعا يشير الى تفوق ملحوظ من جانب النادي الاسماعيلي في حالات الفوز طبعا على النادي المصري. ادي كوره محمود عبد الحكيم. محمود على طول مره ثانيه استلام مره ثانيه على طول من بسيوني. اسلام هيضطر يرجع بيها على طول اسلام صلاح مدافع النادي المصري والشناوي الاماميه على طول. ومين رايح؟ ما راحش ايهاب المصري يشيل على طول كويس قوي سامح عبد الفضيل. وادي فاول ياخد النادي المصري مع محمد بسيوني رقم 15. ضربة حرة مباشرة محمود عاشور حكم الساحة النهاردة بيدي لصالح النادي المصري. الضربة الحرة المباشرة محمد عاشور الادهم. ولسه بكلمكم على تصويبات محمد عاشور ما سأعتقد يمكن بعيدة شوية الكورة دي. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي المصري محمد عاشور. تصويب انما تصطدم في الحائط. تروح مرة ثانية ايهاب المصري. ايهاب المصري واقف على كورته مستني حد يظهر له. ايهاب المصري والتصليح على طول انما توصل عند محمود عبد الحكيم. يا ولد يا لعيب على غرار الترقيصة المعروفة بتاعت محمود عبد الحكيم. وادي على طول العرضية منتهى الخطورة انما على طول متقدم داوودة انما صالح موسى قفل عليه على طول. زاوية التصويب كان عايز يحط في المرمى على طول احمد داوودة انما على طول حط رجله معاه صالح موسى في التوقيت المناسب وتذهب سهلة على طول عند محمد عواد. ادي شوقي السعيد اماميه ما ياخدش على طول. عصام علي تعود مره ثانيه محمد عاشور ياخد محمد عاشور ومحمود عبد الحكيم يخلصها كويس قوي ان شاء الله. سلامات يبدو في اصابه كده محمود عبد الحكيم واقع على ارضيه الملعب. محمود لعيب مهاري وشفنا الترقيصه اللي فاتت محمود عبد الحكيم. اخر مباراه كان اتحقق فيها الفوز بين الفريقين كان فوز المصري على الاسماعيلي في 2010 2011 في استاد بورسعيد 2-0. كان هدف لعبد الله سيسي وهدف اخر لاحمد فوزي. احمد فوزي موجود على قائمه البدلاء بالنسبه للنادي المصري النهارده. محمود عبد الحكيم موجود في ملعب المباراه ان شاء الله. سلامات محمود. ستوني في اللعب على طول لسه خارج بره الملعب كده او على طول ستوني في اللعب. محمود عبد الحكيم داخل الملعب ما نزلوش الجهاز الطبي اذا ما خرجش خارج الخطوط محمود عبد الحكيم طالما ما نزلوش الجهاز الطبي. ادي فاول ياخد النادي المصري مره ثانيه وشايف كده اول كارت اصفر في اللقاء. اول كارت اصفر في اللقاء من نصيب حسني عبد ربه.
على طول اسلام صلاح. حسني عبد ربه اول كارت اصفر في اللقاء. وادي كرة على طول الى خارج الملعب. محمود شاكر حمد ابراهيم واقف في المنطقة القانونية. حمد لعب طبعا سنوات من العطاء مع النادي المصري. حمد ابراهيم وهو احد ابناء الاسماعيلية. كتير بتلاقي احد ابناء الاسماعيلية يلعب للنادي المصري واحد ابناء بورسعيد يلعب للنادي الاسماعيلي. وامامنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم طبعا نجمنا في التحليل النهارده في الاستوديو كابتن اسامه خليل احد ابناء بورسعيد وعلى وجه التحديد مدينه بورفؤاد. لعب سنوات تألقه كانت في النادي الاسماعيلي ولعب يدوب كده مباريات معدوده للنادي المصري في نهايه مشواره في الملاعب المصريه. اذكر ايضا كابتن طارق الصاوي احد ابناء بورسعيد وكان سنوات عطائه طبعا على مدار فتره الثمانينات كانت مع النادي الاسماعيلي وسنوات تألقه مع النادي الاسماعيلي ثم اختتم ب3 مواسم مع النادي المصري. اذكر ياسر عزت ايضا من ابناء بورسعيد ولعب للنادي الاسماعيلي جيل التسعينات اللي فاز بالدوري 90 91. ادي كوره حسني عبد ربه على طول منتهى الخطوره وهيلحق شوقي السعيد. يلحق شوقي السعيد عشان يلعب كوره عرضيه انما على طول عرضيه قويه جدا يعني لا الراجل لا صوب ولا لعب عرضيه لعبها كده بمنتهى الغرابه قويه جدا تخرج تماس من الجانب الاخر للملعب. تماس لصالح النادي المصري. رايح عبد العزيز توفيق الظهير الايمن ليه النادي المصري وصاحب الهدف الوحيد مع النادي المصري هذا الموسم في 3 مباريات. الهدف الوحيد اللي سجله النادي المصري في مرمى اتحاد الشرطه في الاسبوع الثاني في اللقاء اللي انتهى على نفس هذا الملعب بالتعادل 1-1 كان بقدم عبد العزيز توفيق. ادي كوره على طول الاستلام محمود متولي انما ياخد فاول محمود متولي. صالح موسى على التنفيذ لاعب الداخليه السابق يحط على طول لحسني اللي لازم يبصم على كل كوره حسني عبد ربه. ادي كوره اماميه على طول انما ما ياخدش ابراهيم حسن وتوصل سهله على طول عند احمد الشناوي الحارس الدولي طبعا لمنتخب مصر. الشناوي تاخر شويه شاكر انما ياخد على طول شوقي السعيد. شوقي يحط واحده على طول في قلب الملعب ياخد كويس محمود عبد العزيز. وادي الاماميه على طول انما بسيوني ياخد منها تماس لصالح النادي المصري. سيف داوود احد نجوم النادي المصري في التسعينات واقف في المنطقه القانونيه وصاحب هدف يمكن من اشهر اهداف النادي المصري في نهائي كاس مصر 98. سيف داوود في مرمى المقاولين العرب. على الجانب الاخر الصدف يعني واقف حمد ابراهيم برضه سجل هدف للنادي المصري في مباراة 4-3 في نهائي كاس مصر امام المقاولين العرب في 98. الاثنين كانوا بيلعبوا للنادي المصري. حمد ابراهيم في المنطقه القانونيه بالنسبه للنادي الاسماعيلي وسيف داوود بالنسبه للنادي المصري في المنطقه القانونيه. وادي كوره منتهى الخطوره عصام لو كان صوب على طول عصام انما استنى كتير قوي. ابراهيم حسن برضه سابها كده تعدي من قدامه كان ممكن يلطش على طول بشماله ابراهيم حسن انما على طول لسه واقف على كورته ابراهيم زودها كتير قوي ابراهيم حسن وحط على طول لخلفيه انما تصويبه وحشه محمود عبد العزيز عاليه خدها كده من وضع الثبات شالها من تحت لفوق كده محمود عبد العزيز الى خارج الملعب وضربه المرمى لصالح النادي المصري. ضربه المرمى احمد الشناوي الحارس الدولي في صفوف النادي المصري ورحله اعاره كده لنادي الزمالك الموسم الماضي. احمد الشناوي لم يكن موفقا فيها ما خدش فرصته بالتاكيد في وجود العملاق عبد الواحد السيد. الشناوي على طول اماميه ضربه المرمى في اتجاه ايهاب المصري يدوب كده تلمس والى محمد عواد. اكبر فوز للنادي المصري في تاريخه على النادي الاسماعيلي كان موسم 52-53 وخماسيه مقابل هدفين للنادي المصري في شباك النادي الاسماعيلي كانت منها هاتريك للنجم الكبير قوي زي ما قلت لحضراتكم ثعلب الكره المصريه سيد الضدوي وكان عوض عبد الرحمن كان انتقل من الاسماعيلي للمصري كان سجل منها هدف ايضا للنادي المصري في شباك ناديه السابق النادي الاسماعيلي. الكلام ده موسم 52-53 وكان ايضا نصر سجل احد اهداف النادي المصري وخماسيه النادي المصري لهذا اللقاء. واكبر فوز للنادي الاسماعيلي كان موسم 97-98 5-0 للنادي الاسماعيلي. طبعا جيل بقى احمد فكر الصغير ورضا سيكا وحمزه الجمل وبشير وكرم جابر اللي موجود طبعا في الجهاز الفني طبعا للنادي الاسماعيلي. ادي محمود شاكر على طول الاستلام يحط
محمود عبد الحكيم. على طول المهاره بتنفع محمود في اي يعني في مساحه ضيقه جدا بيقدر يخلص كورته بالمهاره الفنيه. اساسا لاعب كره خماسيه محمود عبد الحكيم زي ما كلنا عارفين. ادي كره داوودة لاعب مهاري ايضا في صفوف النادي المصري. داوودة ادي كره اماميه على طول انما يخلصها وياخد فاول. هنشوف الفاول مدي لمين، محمود عاشور للمصري ولا للاسماعيلي؟ هنشوف مع بعض وهل فيها قرار ولا ايه. هنشوف الفاول لصالح النادي الاسماعيلي. شايف محمود عبد العزيز على ارضيه الملعب. ان شاء الله سلامات محمود. ماشي انزل يا كابتن. هو قال انزل يا كابتن. والله حسني هو اللي واقع على ارضيه الملعب. ان شاء الله سليمه حسني عبد ربه لاعب منتخب مصر الدولي. اعمل الحمد لله حسني عبد ربه احد نجوم الاوفياء للنادي الاسماعيلي. حسني عبد ربه زي ما قلت لحضراتكم الدجاجه التي تبيض ذهبا للنادي الاسماعيلي. كل ما يتزنق مجلس الاداره في يعني مستحقات اللاعبين يعير حسني عبد ربه لاحد انديه الخليج، بداها باهل دبي في الامارات، ثم بعد كده الاتحاد السعودي، ثم موسم اخر او موسم ثالث للنصر السعودي، وتاتي الاموال لخزانه النادي الاسماعيلي عن طريق حسني عبد ربه اللاعب الوحيد يمكن اللي يعني ظل وفيا للنادي الاسماعيلي حسني عبد ربه، واللي قال يعني مش هنتقل لاي من القطبين الكبيرين خاصه النادي الاهلي اللي كان بيحاصر كده حسني عبد ربه، انما الراجل صمد يعني امام اغراءات القطب الاحمر ويعني قال ساظل في النادي الاسماعيلي، وبالفعل كان عند حسن الظن حسني عبد ربه مع ناديه طبعا النادي الاسماعيلي. ادي كره اماميه في اتجاه محمود عبد الحكيم انما على طول تعود مره ثانيه استلام ابراهيم حسن، ما يعرفش يسيطر على كره ابراهيم وتوصل على طول محمود عبد الحكيم عايز يحط واحده اماميه عند بسيوني انما على طول تصطدم وتعود لعمرو موسى. عمرو محمد عاشور على طول يفتح محمد عاشور يحط عند داوودة، استلام كويس من داوودة وحاطط الاماميه على طول عند محمد بسيوني انما على طول هل يلحق بسيوني؟ ما لحقش على طول، ورايه من المساعد الثاني خالد حمزه. اذا هي ضربه مرمى لصالح محمد عواد. زي ما قلت لحضراتكم النهارده المباراه يعني نقدر نقول كده مباراه بين الاول والاخير في المجموعه، لقاء الاول مع الاخير في المجموعه الثانيه مجازا كده اذا اعتبرنا ان الاسماعيلي يعني بيتصدر بنفس الرصيد مع بتروجيت. صحيح يعني فرق الاهداف في صالح بتروجيت بهدف واحد، انما يعني اذا اعتبرنا يعني الهدف الوحيد دون يعني نقدر نقول كده هدف يعني مجازي، نقدر نقول ان الاسماعيلي يتصدر ايضا المجموعه بجانب بتروجيت. ادي كره اماميه على طول محمد عواد في اتجاه حسني انما ما ياخدش حسني، تلمس عبد العزيز توفيق ويسيب انطوي عشان ياخد تماس لصالح النادي الاسماعيلي. هدف واحد سجله النادي المصري زي ما قلت لحضراتكم في 3 مباريات مقابل 6 اهداف سجلها النادي الاسماعيلي في 4 مباريات. ادي على طول جون انطوي عايز يعمل 1-2 مع حسني عبد ربه انما مقفول على طول من محمد عاشور الادهم، يحط عند محمد بسيوني يخلصها داوودة انما في على طول فاول يعمل على طول لمحمود متولي مع بسيوني، والضربه الحره المباشره لصالح النادي المصري اماميه على طول في اتجاه على طول ايهاب المصري انما تعود مره ثانيه على طول استلام من عبد الحميد سامي. عبد الحميد الاماميه يسند كويس قوي على جون انطوي، تتحط حسني عبد ربه الكابتن والقائد والاب الروحي للنادي الاسماعيلي في غياب طبعا محمد صبحي وايضا في غياب طبعا محمد حمص، ايضا الاثنين موجودين على دكه البدلاء سواء محمد صبحي او محمد حمص. ادي اماميه على طول ابراهيم حسن يحط مره ثانيه لعبد العزيز، وادي حسني بيفكر يصوب واحده كده خلاص يعني هنفضل ننقل لغايه امتى؟ هنفضل ننقل للصبح ولا ايه؟ يعني نقلات كتير وتمريرات كتير. حسني كده زي ما يكون زهق من الكوره وصوب واحده كده من بعيد قوي ويعني متطرفه شويه برضه. ضربه مرمى لصالح النادي المصري. النهارده بدلاء النادي المصري احمد حسين في حراسه المرمى، هشام عبد الرؤوف واحمد فوزي الظهير الايمن اللي ما بيشاركش النهارده واللي زي ما قلت لحضراتكم ليه هدف في مباريات المصري والاسماعيلي معا المباريات السابقه. طبعا سيد عبد العال المنتقل من طلائع الجيش، ومحمد خليفه احد ابناء النادي المصري، وحسام حسن اللعيب اللي ثارت حوله برضه يعني بعض الضجه كده من جانب النادي الزمالك، كان عايز ياخد حسام حسن. وادي اماميه على طول كريم ذكري ويعني يسيبها كده كريم عند عصام علي ويقوم بدور المدافع بقى كريم ذكري هنا ويخلص على طول من حسام علي.
عبد العزيز توفيق استلام، عبد العزيز يزنق نفسه عبد العزيز، انما لحقه على طول محمود عاشور بصفاره وضربه حره لصالح النادي المصري. ايضا موجود في بدلاء النادي المصري عطيه النشوي، وده طبعا لاعب قادم من صفوف فريق الشرقيه للنادي المصري هذا الموسم، بيلعب في مركز المهاجم او راس الحرب. عطيه ادي كوره ما تمشيش المره دي مع محمود عبد الحكيم، والمرتده السريعه. بقى اين التحول السريع من الدفاع للهجوم؟ النادي الاسماعيلي معودنا دايما على التحول السريع من الدفاع للهجوم. وادي هيصوب ولا ايه جون انطوي؟ انما غير رايه جون انطوي، يحطها له قويه جدا. شومه حطها له شوقي السعيد، ما يعرفش يستلم بالتاكيد جون انطوي، وتذهب سهله على طول لاحمد الشناوي. يا ولد ايهاب المصري كان عايز يغير كده اتجاهه بترقيصه، انما رقص الاولاني وما مشيتش معاه الثاني. على طول عبد الحميد سامي قفل عليه. ادي ابراهيم حسن على طول عايز يصوب، انما يعني ما عرفش كده في النهايه يعمل ايه في الكوره، يصوب ولا يمشي بالكوره ابراهيم حسن. وادي على طول احمد داوودة. محمود عبد الحكيم يحط واحده حلوه قوي عند ايهاب المصري، استلام بترقيصه كده من ايهاب، انما ضغط عليه، عامل ماتش كويس قوي عبد الحميد سامي حتى اللحظه بيلعب مان مع ايهاب المصري. ادي على طول حسني عبد ربه يحط عند جون انطوي، وجوني يطلع على طول لمحمود عبد العزيز يلعب العرضيه منتهى الخطوره، انما على طول يشيل اسلام صلاح والى خارج الملعب، والتماس من عبد الحميد سامي اذا لصالح النادي المصري. النهارده بيغيب عن تشكيله النادي الاسماعيلي بعض العناصر الاساسيه زي محمد زيكا طبعا القادم هذا الموسم للنادي الاسماعيلي من صفوف المقاولين العرب، اصابه طبعا اصيب في مباراه اتحاد الشرطه الاخيره للنادي الاسماعيلي. ايضا كريم مسعد اصابه، ايضا الظهير الايسر اللي بيعتمد عليه كابتن احمد العجوز. وادي رايه من المساعد الاول هاني مطر، والتسلل والضربه الحره الغير مباشره لصالح النادي المصري. في المقابل بقى بيعود لتشكيله النادي الاسماعيلي النهارده السوليه موجود في دكه البدلاء، شوقي السعيد موجود في الملعب، محمد صبحي موجود في دكه البدلاء. ادي اماميه على طول يرد سامح او عبد الحميد سامي، على طول يرد توصل عند حسني عبد ربه بصعوبه كده. يعني المنطقه او التلت الهجومي بالنسبه للنادي المصري بشوفه بصعوبه، لان المونيتور زي ما قلت لحضراتكم يعني وحده الاذاعه الخارجيه حاطين لنا المونيتور كده في الشمس، ضاربه فيه الشمس طبعا، فمش شايف اي حاجه، وعشان كده ما بعلقش يمكن لحضراتكم على اي اعاده بتحدث امامي لان اصلا مش شايفها. وايضا التلت الهجومي برضو للنادي المصري، حتى لما باجي الرؤيه من خلال الملعب الكاميرا الارضيه موجوده قدامي مصعبه عليا زاويه الرؤيه جدا بالنسبه للتلت الهجومي للنادي المصري. ادي اماميه على طول في وسط الملعب، استلام ايهاب المصري، انما توصل على طول عند محمود عبد العزيز، يحط واحده اماميه محمود، انما يحجز عليها كويس قوي اسلام صلاح. لسه المباراه دون المستوى، عمالين نقول ديربي كبير من دربيات الكره المصريه، وهي بالفعل من دربيات الكره المصريه الكبيره، مصري واسماعيلي طالما امتعونا. فين جيل الستينات؟ فين شحته ورضا والعربي والسقا ويسر طربوش والمجموعه، وانضم لهم بعد كده طبعا سيد بازوكا وطبعا علي ابو جريشه والمجموعه الكبيره جيل الستينات. فين النادي المصري في الاربعينات؟ الدزوي وابو حباجه والمجموعه الكبيره طبعا في النادي المصري. ادي كوره على طول توصل شوقي السعيد عايز يحط ورا لمحمود عبد العزيز، يحط واحده اماميه. ابراهيم حسن استلام لسه مش لاقي نفسه. ابراهيم حسن لعيب مهاري، لعيب كويس، شفنا الزلزال الستة ريختر اللي عمله في استاد القاهره ابراهيم حسن، والتصويبه المدويه. والله لو دخلت السباق على جائزه بوشكاش لافضل هدف على مستوى العالم، هذا الهدف كان ممكن ينافس هدف ابراهيم حسن بتصويبته المدويه في مرمى عبد الواحد السيد، او مرمى كان جنش هو اللي واقف في هذه المباراه، يعني عشان ما نظلمش عبد الواحد. انما حتى لو عبد الواحد كان واقف كان صعبه جدا برضو على اي حارس ان هو يقدر يعمل لها حاجه. كان ممكن الهدف ده والله لو دخل سباق جائزه بوشكاش اللي بينظمها الاتحاد الدولي الفيفا كان ممكن يعمل حاجه في هذه الجائزه السنويه. ادي كوره مره ثانيه على طول ابراهيم حسن لسه بنتكلم عليه، حط صالح موسى، استلام كويس صالح موسى على حدود 18 بيريحها بدماغه كده حسني عبد ربه لجون انطوي، ما تمشيش اسلام. بقول لحضراتكم اسلام صلاح قلب دفاع النادي المصري اللي عامل ماتش كويس قوي سواء في مباراة اليوم او في المباريات السابقة ايضا من جانب النادي المصري. كنت شرفت بالتعليق لحضراتكم على المصري واتحاد الشرطة ايضا من هذا الملعب. كان اسلام صلاح عمل ماتش كبير قوي في قلب دفاع النادي المصري. ادي محمود عبد الحكيم ومهاري محمود، انما ما فيش حد معاه، الراجل هيعمل ايه؟ يعني 3 لعيبه عليه، محمود عبد العزيز وعبد الحميد سامي وشوقي، صعب جدا يقدر يعمل حاجه. وايضا يعني من ناحيه اخرى ايضا خط التماس بيضيع عليه المساحه، فصعبه جدا. عايز يلعب لايهاب، ما
ما ظهرلوش او ما قربش منه ايهاب، راحت منه. ادي فاول ياخد النادي الاسماعيلي مكان اللي بيحب حسني عبد ربه. حسني عبد ربه بيتميز بالتصويب بنوعيه، سواء التصويب القوي بوش الرجل او التصويب البليسنج ايضا. شفنا هدفه في مرمى زيمبابوي مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم في المرحله الاولى او مرحله المجموعات، والهدف الجميل اللي حطها كده في المقص على شمال الحارس. وشفنا نوعيه تصويباته الاخرى طبعا، مين ينسى هدف في مرمى الكاميرون في 2008 في الدور الاول حسني عبد ربه، والتصويبه الجميله في المباراه اللي فاز بها منتخب مصر على الكاميرون 4-2 في الدور الاول في 2008. متميز بكلا النوعين من التصويب حسني عبد ربه. انما المره دي كده حائط الصد ثلاثي من جانب النادي المصري، ويصر محمود عاشور. احترم الحكم قوي اللي بيصر على 10 ياردة، لانه يعني ما بنقدر نقول ان هو بيدي الفريق صاحب الفاول حقه. حسني عبد ربه هيصوب بقوه ولا بليسنج حسني، انما ريح لها وقاريها والله على طول لاحمد الشناوي. ادي على طول الشناوي يحط عبد العزيز توفيق، يسند عبد العزيز يعمل 1-2 على طول مع داوودة. محمد عاشور اللي بقول لحضراتكم ليه هدفين في مباريات المصري مع الاسماعيلي، هدف لصالح فريقه النادي المصري بقذيفه رائعه، وهدف اخر في مرمى فريقه النادي المصري في 2005. ادي كوره اماميه على طول من اعلى نقطه، كويس قوي. لسه بكلمكم على اسلام صلاح، ياخد كويس قوي اسلام بدماغه. وادي الاماميه شوقي السعيد عايز ياخد كده، انما ايهاب المصري عمل معاه فاول في وجهه نظر محمود عاشور، واعتراضات كده من صبر المنياوي ومن سيف داوود ايضا في المنطقه القانونيه. ادي كوره على طول لصالح النادي الاسماعيلي اماميه، يحط محمود عبد العزيز كويس قوي. صالح موسى اللي بيلعب النهارده في مركز الظهير الايسر بدلا من كريم مسعد اللي بيغيب للاصابه النهارده في تشكيله النادي الاسماعيلي. ادي الاماميه على طول، انما توصل عند عبد العزيز توفيق، يحط في قلب الملعب عبد العزيز عند محمود عبد الحكيم، يرقص واحده كده محمود ويحط اماميه عند استلام على طول من بسيوني، محمد بسيوني يرجع بيها مره ثانيه عبد العزيز توفيق، يحط عبد العزيز في قلب الملعب. وادي الاماميه من عمرو موسى على طول، انما ياخد فاولات كتير وصفارات كتير النهارده في الملعب. طبعا ده دليل على ان المباراه يعني لسه ما احناش مستمتعين بيها. ادي محمود شاكر يلف واحده حلوه، انما على طول سامح عبد الفضيل القادم من صفوف انبي للنادي الاسماعيلي للموسم الثاني على التوالي. سامح عبد الفضيل ادي بخارج القدم، انما وحشه بقول لكم لسه ما اديناش حاجه. ابراهيم حسن عنده احسن من كده، لاعب طبعا المستقبل سابقا. وادي كوره اسلام صلاح على طول قبل ما توصل ل ابراهيم حسن، والتماس لصالح النادي الاسماعيلي. شوقي السعيد، شوقي السعيد تقف الكرة تحت رجله، يحط على طول ابراهيم حسن. ابراهيم هيبدا رحله البحث عن زاويه يلعب منها عرضيه، انما على طول عرضيه مش لحد خالص بدون عنوان الى احمد الشناوي. وادي برضه كرة وحشه قوي من بسيوني لعبد العزيز توفيق، بيزنوا بيها عبد العزيز توفيق. اماميه على طول من عبد العزيز طبعا توصل للنادي الاسماعيلي. وادي كرة على طول يخلصها محمود عبد الحكيم، والفاول ياخد هذه المره عصام علي من مكان كويس لصالح النادي الاسماعيلي. هيجي حسني كالمعتاد على الكرات الثابته، ممكن يلعب منها كرة عرضيه وممكن بوش رجله الخارجي يشوط واحده من هذه الزاويه. كان متميز بالتصويبات من نفس هذه الزاويه النجم الكبير قوي للنادي المصري في الثمانينات كابتن اينو، كان متميز في التصويبات من هذه الزاويه. ايضا في التسعينات او في اواخر التسعينات كده وبدايه الالفيه كان محمود ابو الدهب بعد ما ترك النادي الاهلي ورحل للنادي المصري كان متميز من هذه الزاويه ايضا في التصويب. من ضمن المصوباتيه الجيدين طبعا في النادي المصري ايضا طارق سليمان، طبعا نجم كبير، ومن نفس المكان ده كان جاب واحده كده مع منتخب مصر في مرمى منتخب الاردن في البطوله العربيه 88 اذكر، كان هدف رائع. انما حسني هيرفع المره دي، حسني وادي الكره العرضيه، انما صالح موسى على طول ينط كده من اعلى نقطه صالح موسى وتصطدم في اسلام صلاح، واذا ركنيه لصالح النادي المصري. نفسي اشوف حاجه في المونيتور اللي قدامي، الشمس ضاربه فيه ويعني الاذاعه الخارجيه يعني غير موفقين تماما ان هم يحطوا لنا كده يعني المونيتور في الشمس، وحاطين لنا الترابيزه والمايكات في عز الشمس على التراك، ما احنا شايفين حاجه في
المونيتور. ادي كرة مرة تانية، انما يا سلام الشناوي يكاد يكون اطول لاعب في الملعب. احمد الشناوي يمسك على طول من اعلى نقطة، وادي كارت اصفر بقى المرة دي على طول من نصيب سامح عبد الفضيل، اللي حاول يعطل احمد الشناوي لغاية ما يرجع سامح لمكانه في خط الدفاع. بطاقة صفراء اخرى سامح عبد الفضيل. كارت الاصفر الثاني من نصيب النادي الاسماعيلي في لقاء اليوم. احمد الشناوي على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة بقى ولا الغير مباشرة مش شايف. محمود عاشور رافع ايده. عموما اتلعبت على طول الضربة الحرة، بسيوني ما ياخدش، على طول يرد محمود متولي، والفاول ياخد النادي الاسماعيلي على طول كالمعتاد. حسني يحط واحدة امامية، ابراهيم حسن لجون انطوي، وجون انطوي كده اي حاجة بيخلص من الكورة، وعبد العزيز توفيق يحجز عليها، انما يا سلام يحييها مرة تانية ابراهيم حسن على طول بعد ما حاجة يحجز عليها عبد العزيز توفيق عشان ياخد تماس. انما ادي كرة على طول داوودة، لعيب مهاري داوودة، استلام تحت ضغط داوودة على طول ياخد منها تماس لصالح النادي المصري. اخر ربع ساعة من احداث الشوط الاول. التعادل السلبي ما زال، لسه ما احناش مستمتعين باللقاء، ما فيش اي كرات نقدر نقول او اي فرص خطيرة على كلا المرميين. ديربي كبير وفرقتين كبار قوي من الفرق في الكرة المصرية، مصري واسماعيلي، وتاريخ طويل زي ما قلت لحضراتكم. ادي كرة امامية على طول اسلام صلاح يخلص كويس قوي، يا ولد يا لعيب يخلص عمرو موسى، والثانية كويس قوي عمرو موسى لاعب وسط ملعب النادي المصري يتقدم، انما اتقفلت عليه، حط على طول على شماله عند محمود عبد الحكيم، واحدة من بتوعه كده محمود يحط عاشور الادهم والتصويبة يا ولد يا ولد. لسه بقول لحضراتكم ليه هدف في مرمى النادي الاسماعيلي 2008 2009 في استاد بورسعيد، وكانت قذيفة مدوية في لقاء كده انتهى بالتعادل 1-1. على طول يطلق واحدة محمد عاشور الادهم ويتعامل معها بمنتهى البراعة الحارس الامين للنادي الاسماعيلي محمد عواد، للمباراة الخامسة على التوالي محمد عواد في غياب محمد صبحي. ضربة ركنية لصالح النادي المصري. 37 دقيقة من أحداث الشوط الأول. التعادل السلبي متى ينتفض كلا الفريقين، ونشاهد كده تهديد على كلا المرميين، أو يعني نشاهد هدف حتى قبل نهاية أحداث الشوط الأول سواء هنا أو هنا. وادي كرة على طول إلى خارج الملعب، وضربة المرمى لصالح النادي الإسماعيلي. المصري زي ما قلت لحضراتكم هدف وحيد في مباراة الشرطة في 270 دقيقة مقابل 6 أهداف سجلها النادي الإسماعيلي في 4 مباريات. تاني أقوى هجوم النادي الإسماعيلي في المجموعة الثانية خلف بتروجيت المتصدر ب7 أهداف. ادي كورة بسيوني اللي عدى باللي فاتت كده من واحد والتاني. ادي كورة على طول عاشور يسلم عند داوودة اللي مستلم الطرف الايمن كده للنادي المصري، يحط بسيوني ليه محمود عبد الحكيم. انشط النادي المصري في دقيقتين 3 اللي فاتوا. محمود بيفكر يصوب ولا ايه، يلعب العرضيه منتهى الخطوره، انما عايزه تتحط بره شويه. عرضيه محمود عبد الحكيم على طول الى يد محمد عواد. استلام شوقي السعيد اللي بيعود في اول لقاء ليه بعد الاصابه مع النادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم محمد زيكا وكريم مسعد ابرز الغائبين عن تشكيله النادي الاسماعيلي النهارده. في المقابله كده او في يعني على الجانب الاخر النادي المصري مكتمل الصفوف النهارده. ايضا طبعا شريف رجب بيغيب عن النادي الاسماعيلي لقاطع في الرباط الصليبي. ادي عصام علي هيلف واحده، انما قفل عليه كويس قوي الظهير الايسر محمود شاكر. ترجع مره ثانيه عصام علي استلام، يعدي كويس قوي عصام والعرضيه حلوه، انما يا سلام تلاقي مين بقول لحضراتكم متالق في دفاع النادي المصري. وادي قاريها على طول مره ثانيه بسيون، انما ما مشيتش معاه. حسني عبد الرب ويحط واحده منتهى الخطوره، صالح ياخد على صدره كويس قوي، والعرضيه عايز يحط صالح انما قفل عليه كويس على طول عبد العزيز توفيق، والركنيه لصالح النادي الاسماعيلي. اخر 5 دقائق من احداث الشوط الاول، هل تنبئ بشيء على كلا المرميين سواء هنا او هنا؟ هل يعوضنا ال5 دقائق الاخيره عن ال40 دقيقه اللي اتلعبت حتى الان من احداث الشوط الاول؟ هل تكون عوضا عن ال40 دقيقه اللي اتلعبت واللي كانت سلبيه في كل شيء؟ ادي كوره اماميه على طول، انما جون انطوي ما ياخدش، ترتد على طول من عبد العزيز توفيق. استلام
ابراهيم حسن في مساحه، استلام شوقي السعيد عايز يلعب عرضيه انما بيرقص على طول شوقي السعيد واي حاجه كده. وادي لو عملها بقى النادي المصري المرتده السريعه محمود عبد الحكيم، انما وحشه قوي محمود، وحشه قوي محمود. لو نفذوها كانوا 3-2، لو نفذوها صح محمود عبد الحكيم، انما تخرج منه الى تماس. شايف كده واقع على ارضيه الملعب محمود متولي لاعب وسط ملعب النادي الاسماعيلي. في المنطقة القانونية موجود كرم جابر نجم الاسماعيلي في التسعينات. لسه واقع محمود متولي على ارضية الملعب. سلامات محمود متولي ونازل الجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي. بدلاء الاسماعيلي النهارده محمد صبحي، محمود حمد، محمد حمص، محمد شريف، جمال حسنين، كريم عطا وعمرو السلية اللي زي قلت حضراتكم بيعود من الاصابة النهارده. النادي الاسماعيلي والنادي المصري فرقتين كبار قوي، تشعر وكأن الفرقتين دول يعني في حاجة بتربطهم كده هما الاثنين مع بعض، تحس ان تاريخ مشترك كده بيربط كلا الفرقتين مع بعض، ورحلة كفاح مشتركة تربط هذين الناديين الكبيرين. مش بس يعني علاقة الجوار بينهم ولا انهم بينتموا لمنطقة واحدة وهي منطقة القناة، وطبيعة واحدة هي الطبيعة السواحلية، مش بس يعني ورأس البنبوطية وزي ما بنشوف طبعا في الرقصات والسمسمية البورسعيدية والاسماعيلوية، انما تحس كده ان حاجة بتربط. حتى لما شعب المدينتين يعني تهجروا طبعا كان مع بعض طبعا في يعني مركب واحدة، شعوب منطقة القناة سواء بورسعيد اسماعيلية السويس، فطبعا في الحرب طبعا ما بين 67 و73. حتى لما هبط النادي المصري والاسماعيلي لدوري الدرجة الثانية كان هبوطهم برضو في موسم واحد، موسم 57 58. حتى شوفوا حضراتكم مش بس يعني ناديين مرتبطين في كل حاجة، حتى لما هبطوا لدوري الدرجة الثانية كان في موسم واحد، وكأن يعني لما هبط احدهما الثاني زعل عليه ويعني اصر ان هو يهبط معاه لدوري الدرجة الثانية. ادي كورة هستكمل الحكاية لحضراتكم في اول توقف، انما ادي كورة داوودة تخدمه وتمشي معاه داوودة، يحط على طول ايهاب المصري، وادي الامامية على طول، انما طويلة 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 الباص بتاع ايهاب المصري، ايهاب المصري طويل الباص، وايهاب يعني بيشاور كده ليه الكابتن صبر المنياوي وبيقول له يعني بالراحه عليا شويه، يعني لقطه غريبه جدا. ايهاب المصري حطها طويله طبعا ما لحقهاش بسيوني، وايهاب كده يعني منزعج من هتافات الجهاز الفني عليه صبر المنياوي وايضا سيف داوود، وبيقول لهم بالراحه عليا شويه، فصبر المنياوي بيشاور له بيقول له هس ولا كلمه. يعني لقطه يعني ما نحبش نشوفها في ملاعبنا. عموما ادي ضربه حره لصالح النادي الاسماعيلي ابراهيم حسن، والدقائق الاخيره من احداث الشوط الاول، التعادل السلبي في لقاء سلبي او في شوط سلبي كده في معظم اوقاته في كل شيء، ما شفناش اي فرص خطيره من كلا الفريقين. ادي كوره بيلف واحده جوه 18 حسني على طول، انما ومعاها صفاره، يعني يا اما الكره او الهجمه ما بتكتملش باقدام اللاعبين يا اما ما بتكتملش بصافره من حكم اللقاء محمود عاشور. شوط ضعيف جدا من اضعف الاشواط يمكن اللي شفتها للمصري والاسماعيلي في المواسم او في السنوات الاخيره. اخر لقاءين بين الفريقين كان انتهى بالتعادل السلبي، يعني نتيجة اللقاء حتى الآن هي نفس نتيجة آخر لقاءين جمعوا الفريقين معا في بطولة الدوري. ادي جون انطويا يتقدم بواحدة ويرقص كويس قوي ويعدي من كريم ذكري اللي استسلم للترقيصة كده كريم ذكري ووقف متفرجا، انما داوودة ادي بالخطأ على طول لو استغلها النادي المصري. داوودة بيحط واحدة عن محمود عبد الحكيم وحطها له على طول بخارج قدم داوودة ينطلق، هيعمل ايه داوودة؟ يقف على كورته، انما قفل عليه كويس قوي عبد الحميد سامي، اللي اذا كان اسلام صلاح عامل جيم كويس قوي في قلب دفاع النادي المصري، عبد الحميد سامي على الجانب الاخر عامل ماتش كويس قوي في قلب دفاع النادي الاسماعيلي. ادي التبديل الاول محمد شريف التبديل الاول في الثواني الاخيره من الشوط الاول بدلا من محمود متولي. اذا محمد شريف في وسط ملعب النادي الاسماعيلي بدلا من محمود متولي اللي خرج للاصابه. يعاني النادي الاسماعيلي من كثره الاصابات. بقول لحضراتكم شريف رجب اللي بيلعب في مركز الظهير الايمن واللي كان قادم للنادي الاسماعيلي من المحله او من انبي، بعد المحله كان راح انبي، بيعاني ايضا من الرباط الصليبي وما ايدوش النادي الاسماعيلي في القائمه الافريقيه طبعا لانه هيغيب ما يقرب من 6 اشهر او يزيد. ادي حسني عبد ربه استلام
عاد من الاصابه ايضا النهارده زي ما قلت لحضراتكم عمرو السوليه، وعاد ايضا محمد صبحي، ويعني بيعود لعيب بيروح لعيب اخر الاصابه. محمد زيكا طبعا احد اهم اللاعبين حاليا في تشكيله النادي الاسماعيلي بيغيب للاصابه ايضا. انضم ليه بعد خروجه محمود متولي، ان شاء الله سلامات محمود. وادي دقيقتين وقت محتسب بدلا من الضائع بيشير بيهم الحكم الرابع النهارده احمد العباسي من منطقه كفر الشيخ. احمد ادي كره اماميه بقول لحضراتكم، متالق على طول عبد الحميد سامي، والضربه الحره لصالح النادي الاسماعيلي. حسني عبد ربه يلعب واحده على طول، واستلام من ابراهيم حسن يحط لجون انطوي، جون يرجع بيها مره ثانيه وكانه ما هنش عليه انه يتقدم بالكره للامام. جون انطوي، حسني على طول يحط عند صالح موسى، هيفكر يجيبها على يمينه ويصوب ولا ايه؟ صالح يقابله على طول عمرو بسيوني او محمد بسيوني. عمرو بسيوني كان احد لاعبي النادي المصري السابقين، عمرو بسيوني في السنوات السابقه، انما موجود محمد بسيوني وعمرو موسى، بعمل ميكس بينهم كده وبقول عمرو بسيوني في بعض اللقطات. ادي على طول محمود متولي ينطلق بواحده يا ولد يا لعيب، والعرضيه، انما لو كان شاط والله محمود، لو كان شاط محمود متولي كان ممكن يعمل منها حاجه، او محمود عبد العزيز عفوا، لو كان شاط الكره اللي فاتت كان ممكن يعمل منها حاجه. ادي كره اماميه على طول، والاستلام ايهاب المصري مستني ياخد فيها فاول، ما ادالوش محمود عاشور. الثواني الاخيره من احداث الشوط الاول اعزائي مشاهدي نايل سبورت. تغطيه متميزه على شاشه نايل سبورت واستاد النيل، ومجهود كبير من زملائي الاعزاء في الاستوديو سواء في الاعداد او في التقديم او في الاخراج. تغطيه متميزه من جانب استاد النيل. شفنا امبارح كان 4 ويندوز على شاشه نايل سبورت في يمكن سابقه لم تحدث من سنوات طويله، فكرتني ب 98 لما كنا بنعملها في بدايه عهد قناه النيل للرياضه. ادي على طول الاستلام من احمد داوودة، انما على طول يقف بقول لحضراتكم عبد الحميد سامي متالق في خط دفاع النادي الاسماعيلي. على طول الاستلام من صالح موسى، حط سامح عبد الفضيل اماميه ابراهيم حسن، الاستلام يقف على كورته، والاستلام في الحركه بين في الاستلام بالحركه لابراهيم حسن.